السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم. لو حابين تعرفوا طريقة عمل لوحة فنية باستعمال الصوف والمسامير تابعوا الفيديو. فإذا احنا بحاجة لقطعة مستطيلة من الخشب، أو ممكن تعوضوا الخشب قطعة من الكرتون مثل ما أنا استعملت هنا كرتون ولكن عنده هاد السمك، وضعت هنا في الجوانب هاد السكوتش في اللون الأسود حتى نعطيه شكل إطار، ورقة مطبوع عليها الاسم اللي احنا حابين نعمل به هاد اللوحة الفنية، خيوط من الصوف، اختاروا الالوان اللي حبيتو، انا هنا اخترت 4 الوان يعني لون لكل حرف، مسامير ومطرقة. فنبدأ على بركة الله، ناخد القطعة من الخشب او الكرتون ونوضع فيه الاسم ونحاول نوضعه في الوسط بهذه الطريقة، ثم ناخذ المسامير ونوضعها هنا على محيط كل حرف، فقط في الجوانب. فبسم الله نبدأ بأول مسمار، ومن الضروري أن المسمار يكون ثابت. فإذا نكمل الاسم كله ونرجع لكم حتى نوريكم تتمة هذه اللوحة الفنية. وها أنا من بعد ما انتهيت من وضع المسامير على جميع الحروف، فكنقوم بإزالة هذه الورقة، وانتبهوا لا نزيل معها شي مسمار. فهذا هو شكل اللوحة من بعد ما أزلت الورقة اللي كانت في الأسفل. فكتشوفوا هنا فقط مسامير والكلمات فهي غير واضحة، لكن هو حرف N O V A. فإذا نبدأ ناخد الخيوط الصوفية، نبدأ من أول مسمار ونعقدها، ثم ناخد الخيط وفي كل مسمار كنعمل واحد اللفة بهذه الطريقة ونعملها على محيط الحرف بالكامل. ونجي لهنا ونعمل عقدة هذا الشكل هذا. فهو حرف الان اصبح عندنا واضح، ومن بعد نقوم بهذه الحركات العشوائية في المسمار الاخر، فمن بعد ما انتهيت من حرف ان فانا كنظن هذا الشيء كافي. نقطع الخيط ونعقده مع هذا، ودائما النهاية كتكون هي البداية بهذه الطريقة هذه. ثم ننتقل لباقي الحروف. وأنا من بعد ما انتهيت من عمل جميع الحروف ناخذ مقص ونقطع هاد الخيوط اللي عندنا هنا،
وها هو الشكل النهائي لوحتنا الفنية. فأتمنى الفكرة تنال إعجابكم وتجربوها. أشكركم جدا على المتابعة ومع السلامة.